السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. المهم الخوت، في هذا الفيديو هذا غيكون مبدل ان شاء الله. بغيت نقول لكم راه خديت الماتريال ديال الغطس. انا دابا في البحر، هو جيت باش غادي نجربو وغادي نتعلم الغطس ان شاء الله انا ومروان. السلام دايرين، لاباس عليكم؟ اليوم راه جيناكم فيديو جديد وشي حاجه جديده في القناه، ان شاء الله تولي معنا من هنا لقدام ان شاء الله. المهم الخوت، ابتداء من اليوم غادي نبداو في تعلم الغطس وغادي نشاركوا معكم خطوه بخطوه كيفاش غادي نبداو. اول حاجه نوريكم الماتريال اللي خدينا. كاينه الخوت، هي البدله هي اللي غادي نبقاو نغطسوا بها ان شاء الله الى الكتاب. المهم الخوت، كيف ما كتشوفوا حاولت ناخذ ماتريال اللي يكون شويه محترف باش نتعلموا في شي حاجه اللي مزيانه. والسمك ديال هاد البدله هادي راه هو 5 ملم. وبقاو معنا دابا نوريكم البالمات اللي عجبوني بزاف ستاج الوحش. جايبين باش نلبسوها الشامبوان. غنوريكم التيبه والماسك. راه كانوا عندي من شحال هادي، راه ماشي يلاه شريتهم، راه كانوا عندي. هاد التيبه الماسك وهاد التيبه ديال هادو راه كانوا عندي، خديتهم العام الاخر، وصلوني حتى اخر الصيف عاد وصلون. كتب ليهم غيتجربوا هذا العام، يتجربوا هاد العام. صراحه راه جربتهم عجبوني ناضي. ونوريكم ستاج الوحش، الحاجه اللي عجبتني اكثر هي هاد البالمات هاد. اللهم بارك. شو قداش هادو هاد البالمات هادو. دابا المشكل انا ما عمري عمت بالبالمات وما تنعرفش ليهم، وشريت هادو من الدقه شاريات باش نتعلم. بنادم ولي يتعلم نيشان في حاجه مزيان، لا ما عاد يبقى يلعب. كاين ولا ما كاين؟ المهم الخوت، دابا نلبس الماتريال وغادي نرجع لكم ان شاء الله. الصاد اخوتي، الصاد الحوطوط اخي، الحوطوط بالصحه والراحه اخي. الله بصح. دابا هادي كندير هادي اللي ما تلحمش. خليها حتى تبغي تدخل الماء وزير، غتبقى غادا بجرجره من مورايا. خليه. الحطه كامل. لا دابا ناضي، ما عنديش الجيوب، ما عندكش. صح والله لازمتني. ياه عاد تمشي تدخل الماء، غتبرد صافي. نتوما الخوت، عاد نضادر نزيد عليهم نوصلهم بعد. انا بطل البحر ونشلل. هو هنا بيد ما قدينا داكشي، تقاشر باقي لي دابا. المهم الخوت، من بعد ما لبست البدله ديال الغوص والتيبه والماسك والبالمات، فاش هبطت الماء حاولت اول حاجه ركزت عليها هي انني باش نتعلم نضرب بالبالمات، وحاولت نولف بديك التيبه والماسك، حيت في الاول فاش كديرهم كتحس بهم، فهمتي؟ ما مولفش بهم، كتجيك اول مره بحال اللي كتحس بحال اللي غادي تشرب الماء، بحال اللي هادي كتكون باقي ما مطلوقش. المهم هادشي اللي حاولت نخدم عليه في الحصه الاولى. صافي بقيت بحال هكا تندور في بلاصتي، تنحاول ندير التقالات، ما درتهمش حيت التقالات بغيت نديرهم حتى الحصه الجايه ان شاء الله. عاد غادي نجربهم وغادي نديرهم وغادي نحاول نبدا نغطس. ودابا في الاول حاولت غير نتاقلم مع التيبه والماسك ومع البالمات، كان هذا هو الهدف ديالي. والحمد لله دازت الحصه مزيان
حتى هو كان تيضبب ليا، حتى هو تعلمت كيفاش نحيد الضبابه. يعني بزاف ديال الحوايج كتعلمهم في الحصه الاولى. من بعد وراه ماشي هادشي، راه ماشي كنديرو غير من راسي، راه تفرجت فيديوهات ديال ناس مختصين وناس تبارك الله عليهم تيعرفوا في داك الشيء، وحاولت نطبق داك الشيء اللي كيعطيو التعليمات، حاولت نطبقهم. والحمد لله فاش كتجي للتطبيق تيكون داك الشيء يجي قاصح. يعني ماشي بحال اللي كتشوف في الفيديوهات ملي كتحط في امر الواقع هذيك حاجه اخرى، ولكن الحمد لله شويه بشويه كيتعلم بنادم، وداك الشيء دقه بدقه. تجرب تهبط انا نجرب. هنا الخوت كنت كنحاول انني نغطس، ولكن حيت ما لابس قالات الكومبين تيعاود يهزنا ما تيخلينيش نغطس. ما عادش نهبط، ما عادش نعاود نطلع. الغوص الحر كيتعتبر من اجمل واروع الهوايات، وايضا ما نساوش انه من اخطر الهوايات، بحيث غلط بسيط يقدر الله يستر ياخذ لك الحياة ديالك. وبهذا الخوت غادي نذكر لكم واحد شويه ديال السلبيات من الغوص الحر. من اهم السلبيات ديالو تلقاو نقص الاكسجين، لان الغوص الحر كيعتمد على قدرة الشخص على حبس الانفاس ديالو، مما يعرضه لخطر نقص الاكسجين والاغماء لا قدر الله تحت الماء. وكنلقاو عاوتاني تعرض للحيوانات البحرية، بحيث قد يتعرض الغواص لمواجهات غير متوقعة مع الحيوانات البحرية مثل الأسماك السامة أو القناديل. من بعد الخوت ما خلعتكم شوية وعطيتكم بعض السلبيات ديال الغوص الحر، دابا غادي ندخلوا للإيجابيات. في الإيجابيات ديال الغوص الحر تلقاو أولا تقوية اللياقة البدنية، بحيث الغوص الحر يتطلب قوة جسدية ومرونة عالية، مما يساهم في تحسين اللياقة البدنية بشكل عام. ورا الغوص الحر شحال من واحد كان مبلي وتبلى بالغوص الحر، وعلى قبل الغوص الحر قطع البليه باش يقدر يقاوم الضغط وباش يطور من القدرات الجسدية ديالو. كنلقاو عاوتاني تحسين القدرة التنفسية، يعني ممارسة الغوص الحر تعزز القدرة على حبس النفس لفترات أطول وتحسين كفاءة الاستخدام الأكسجين. المعنى ديال هادشي هذا يعني فاش كتهبط تحت الماء خاصك تعرف تتعامل مع داك الأكسجين اللي عندك، تخلص من أي حركة زائدة باش كتقلل قدر الإمكان استهلاك الأكسجين. وأيضا الاسترخاء النفسي، لأن الغوص الحر يساعد في تقليل التوتر والقلق، حيث يتطلب التركيز الشديد والتنفس العميق والهادئ. وكنلقاو عاوتاني الارتباط بالطبيعة، بحيث يوفر الغوص الحر فرصة للاستمتاع بجمال العالم تحت الماء والتفاعل مع الحياة البحرية. وعاد كنلقاو تطوير المهارات العقلية، بحيث يتطلب الغوص الحر الانضباط الذهني والقدرة على التحكم في التنفس تحت الماء باش كتقلل من استهلاك الأكسجين. وأخيرا وليس أخيرا زيادة الثقة في النفس، يعني تحقيق التقدم في الغوص الحر يمكن أن يزيد من الشعور بالإنجاز والثقة في النفس. هادو كانوا من أهم الإيجابيات ديال الغوص الحر. ودابا الخوت تنقول لكم اللي تفرج في الفيديو حتى الاخر ما ينساش يدعمنا بواحد جيم كومونتير، وفضلا وليس امرا. وشكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله في الحصه الثانيه وتشوفوا التطورات اللي وقعت لي.